مرحبا يا البنات، واش حوالكم؟ صليو على النبي عليه الصلاه والسلام. جبت لكم اليوم وصفه بينيني سهله بزاف واقتصاديه، ما فيهاش العظام، تجي خفيفه بزاف وفي نفس الوقت بنتها خرافيه. ما تنساوش ديروا ابوني وجيم وتشاركوا الفيديو مع حباباتكم باه تطلع القناه بالمحبه نتاعكم. ودرك نبداو في الوصفه على بركه الله. هنا حطيت كاس كبير حليب دافي، وحطيت 2 مغارف كبار سكر، ومغرف كبيره خميره الخبز، حطيت مغرف صغيره خميره الحلويات، حطيت مغرف صغيره ملح. بصح نتوما كيما تحبوا حطوا الملح حسب الذوق نتاعكم. دركا وليت نخلط فيهم مع بعضهم باش يتخلطوا المكونات مليح مع بعضهم. من بعد حطيت 3 مغارف كبار زيت، ومن بعد وليت نخلط فيها. لازم تخلطوها مليح حتى يتخلطوا المكونات مع بعضهم وتختفي الحبيبات تاع الخميره تاع الخبز، وزيدي يذوب السكر الثاني. ودرك حطيت 2 كيسان فرينه. نحط الكاس الاول ونحرك مليح. درك زدت حطيت الكاس الثاني تاع الفرينه ونزيد نخلطها مليح. بعد زدت حطيت شويه فرينه وليت نحرك. انا حطيت 2 كيسان وشويه فرينه، من نتوما شوفوا حسب الفرينه نتاعكم. ودركا ندلكها شويه كيما هك. كي تعودوا تحطوا في الفرينه العجينه ما تنشفوهاش خلاص، بقاو تدلكوا فيها حتى تولي عجينه طريه. هنا جبت الزيت ودهنت به السحنه، حطيت العجينه اللي خدمتها بعد ما ولات عجينه طريه كي دلكتها. من بعد غطيتها بكيس بلاستيكي ونخليها حتى تطلع. بعد ما خليتها طلعت دركا نهبط لها الخمور بالطريقه هذه. ودركا رشيت الفرينه وحطيت فوقها العجينه ودركا نقرصها لها بالقنوط. بعد ما قرصتها دركا نطبعها بالطابع. بعد نحيت الزيت العجينه. هنا حطيتهم فوق ورق الطهي، ما درت لهمش الفرينه حسب كون ندير لهم الفرينه كي نحطهم يتقلاو في الزيت يتطلى بالفرينه. الفوائد هذوك اللي قعدوا لنا نزيدوا نعاودوا نلموهم نديروا لهم كيما هكا ونزيدوا نخليوهم يطلعوا كيما قبيله. وهادو درك نغطيهم ونخليهم يطلعوا 5 دقائق. هنا جبت مقله حطيت فيها الزيت وخليته يغلي، ومن بعد حطيت البيليني اللي خدمته هذاك وليت ندير فيه بالزيت، نحط عليه الزيت كيما هكا بالطريقه هذه. حطيت الحبه الثانيه. يا البنات باه تجيكم سهله ما تحطوهمش ضربه واحده ولا تحطوا قدام حبه، حطوا بالحبه الوحده وخدموا. زدت حطيت وحده جديده. بقاو ديروا هكا حطوا عليها الزيت ما تغفلوش عليها دقيقه واحده. تما تبقاو ديروا في الزيت كيما هكا كي تشوفوها تنفخت وتبدل اللون تاعها نحيوها ما تخليوهاش تتحرك. تعودوا ديروا فيها نقصوا في النار باه ما تتحرك لكمش. كان بعد ما طابوا نحطهم في السكر. لازم تحطهم في السكر وهما سخونين باه السكر يلصق مليح فيها. ودرك وليت نحشي في البنيني بمعجون المشماش. وصلنا لنهاية الفيديو، نتمنى تكون عجبتكم الوصفة.
ما تنساوش ديروا ابوني وجيم وتشاركوا الفيديو. ما تنساوش تكتبوا لي في التعليقات واش حابين ندير لكم وصفات جديده، لانه الراي تاعكم يهمني. ودمتم في رعايه الله، ابقوا على خير.